السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين يوم الجمعة. هنعمل مع بعض كده غدا او عملت غدا وهنعمل مع بعض صينية كيكة خطيرة، يعني هتعجبكم بإذن الله. بس بدأت معاكم كده، انا عملت الغدا كده مع نفسي وقلت اصور معاكم الغدا بتاعنا. عملت رز حبة وحبة، وعملت كمان ملوخية خضرة، وعملت فراخ سلقتها وحطيت لها كده شوية صلصة كده مع شوية زيت مع شوية توابل، ورحت دهنها الوش بتاع الفراخ ومدخلاها تحت الشواية. اخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده اكل عادي خالص يعني، او اكل تقليدي بس عادي يعني. احنا بنحب الرز وبنحب الملوخية، مفيش اي مشاكل بالنسبه لنا. بس هي اكتر حاجه يعني ما بندوس فيها قوي الفراخ المحمره، لكن انا بستسهل كمان برضو موضوع الفراخ اللي هي تدخل تاخد لون كده تحت الشوايه. ده بالغدا بتاعنا يا بنات. ندخل بقى على صينيه الكيكه بتاعتنا. هنعمل مع بعض كيكه بصوص الكريم كراميل. المكونات بتاعتنا: معايا كوبايه من الزيت، معايا كوبايه من اللبن، معايا كوبايه من السكر، معايا 3 بيضات، فانيليا، كيس بيكنج باودر، ومعايا باكو كده اللي هو كريم كراميل. هناخد المسحوق بتاع الكريم كراميل، يعني مش هناخد الصوص نفسه. الكراميل نفسه هنخليه اخر مرحله اللي احنا هنحطه على الوش. بس هناخد المكونات بتاعتنا واحده واحده كده عشان يعني ما نتلخبطش مع بعضينا. هنجيب الخلاط بتاعنا، هنحط فيه كوبايه الزيت، كوبايه السكر، كوبايه اللبن. ناخد كمان اللي هو الباكو او البودر بتاع الكريم كراميل، هنحطه معانا في الخلاط مع الزيت والسكر واللبن، وهنخلطهم كويس في الخلاط. وبعد كده هنقسم الخليط ده لجزئين. هناخد جزء منه في كوبايه كده على جنب وهنركنه ندخله التلاجة لحد ما الكيكه بتاعتنا ما تستوي وتطلع من الفرن. والباقي المكونات هنضيف عليها البيض والفانيليا، وهنبدأ ان احنا نعجن صينية الكيكة بتاعتنا. مش عارفة رحت فين. المهم دي كانت كوباية ونص من اللبن. يعني انا حطيت اول جزء حطيت كوباية، وبعد كده ضفت كمان نص كوباية، يعني كوباية ونص من اللبن، آه كوباية من الزيت، كوباية من السكر، كيس من الكريم كراميل او البودر بتاع الكريم كراميل. هنخلط كل المكونات دي مع بعضيها كويس لحد السكر بتاعنا ما يدوب. وبعد كده هنقسم الخليط نصين. بس اهم حاجه ان احنا نخلطهم كويس مع بعضهم في الخلاط عشان السكر بتاعنا يدوب خالص، وما يبقاش السكر ما يبقاش ليه اثر خالص عشان في الكيك بتاعتنا او في الصوص اللي احنا هنحطه على الوش. بعد ما خلطته كده كويس هنجيبته كده كوبايه، وهبدا ان انا اخد كده حوالي املى كوبايه يعني كده من الخليط ده، واخده كده اركنه على جنب او احطه في التلاجة. خلاص كده. ادي كده باقي المكونات اللي معايا. هضيف عليها، هزود عليها تلات بيضات، رشة من الملح، معلقة كبيرة من الخل، طبعا فانيليا عشان ريحة الزفارة بتاعة البيض. هناخد كده نقطتين 3 كده من الفانيليا. طبعا الفانيليا ديت بتكون يعني ايه ريحتها قوية، فمش بنزود عشان لو زودنا منها هتمرر معاكي. خلاص كده. واخدت حوالي كده معلقه كبيره من الخل. هخلط كل المكونات دي كلها مع بعضها في الخلاط، وبعدين هنجيب الطبق اللي احنا هنعجن فيه. خلاص كده يا بنات. بعد ما خلطت البيض مع باقي الخليط اللي معايا والفانيليا، هنبدا اننا كده اصبهم في طبق او في البوله اللي انا هعجن فيها، واضيف كده كوبايتين من الدقيق، وكمان كيس من البيكنج باودر، ورشه من الملح. ضفت الدقيق والرشه من الملح وكيس من البيكنج باودر، وهبدا ان انا اخلطهم كويس. طبعا في الوقت دوت انا كنت مشغله الفرن بتاعي، وكمان الصينيه اللي انا هسوي فيها صينيه الكيك طبعا اديتها مسحه من الزيت، واديتها رشه كده من الدقيق عشان خاطر تبطينها، يعني ببطن الصينيه اللي انا هسوي فيها.
طبعا القوام بتاع الكيكه بتاعتنا ما بيكونش ولا خفيف ولا تقيل يعني معاكي، بيكون القوام كده وسط. انا بخلطها كده كويس مع بعضها. المكونات اللي انا عملتها معاكم ديت بتاخد كوبايتين من الدقيق، ما بتاخدش اكتر من كده ولا اكتر من كده ولا اقل من كده، عشان تطلع هشه معاكي وخفيفه وتكون صينيه الكيك تكون ناجحه معاكي. لازم يكون القوام بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ديت الصينيه اللي انا هسوي فيها اصغر صينيه في الطج اللي هو المستطيل، يعني اصغر صينيه فيه. اديتها مسحه من الزيت وبطنتها كده بالدقيق، وهبدا ان انا اصب الخليط بتاعي وادخلها الفرن. شايفين القوام بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله، القوام بتاعها حلوه يعني. دخلتها طبعا الفرن. طبعا الفرن بيكون سخن، بنولعه اول ما نبدا ان احنا نشتغل كده في صينيه الكيكه بتاعتنا. بعد كده بيسخن الفرن بتاعك، بيسخن كويس، وبعدين بتبداي تهدي النار وتدخلي الصينيه بتاعتك. خلاص الصينيه صينيه الكيكه كانت استوت وطلعتها من الفرن. بس طبعا انا غلطت هنا، يعني محدش يغلط الغلطه بتاعتي. يعني انا طلعت الصينيه يعني ما طولتش بال عليها لحد ما تبرد خالص. لازم اي كيك مثلا بتعمليها ويكون هتضيف عليها صوص من على الوش، لازم تسيبيها تهدى خالص، وبعدين تبداي ان انت تصب عليها سواء بقى صوص كريم كراميل او شوكولاته، يعني على حسب ما تكون عاملاها. لازم تسيبها تهدى خالص وبعدين تصب عليها الصوص من على الوش. بس انا بصراحه الله انا كنت الجو حر وكنت زهقانه، فكنت عايزه اخلص بسرعه، فصبيت عليها كده الصوص على طول وهي سخنه، فساح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حتى اختلط الكراميل مع الصوص الابيض. بس كده. المهم ان هي في الاخر طلعت حلوه واتاكلت، يعني بسم الله ما شاء الله. ده كده شكل الصينيه معايا. كانت هشة وخفيفة والصوص بتاعها كان بصراحة جميل، مع ان يعني ان هو اختلط ببعضه. ما بقاش كل حاجة لوحديها، بس المهم الطعم بتاعها كان جميل. اتمنى تجربوها بالطريقة دي، وان شاء الله كده هتنول اعجابكم باذن الله. هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير ان شاء الله. الفيديوهات